معاكم ياسمين. النهارده بقى هعمل لكم تنظيف للبشره وتنقيه البشره باسهل المنتجات وباربع حاجات بس. متخيلين 4 حاجات بس بشرتك هترجع زي ما كانت. لو خارجه بقى ليله العيد كل سنه وانتم طيبين، كريسمس، عندك ديت، تعملوا حفله في البيت للمتجوزين، عايزه بشرتك تكون نقيه وصافيه وشكلها حلو، البشره اهم حاجه. وبعد كده اي ميك اب، اي حاجه هتحطيها على بشرتك هتكون زي القمر. ولو حطيتي حتى روج، حاجات بسيطه. فانا دلوقتي هنبتدي الخطوات، والخطوات دي كلها سهله وكلها منتجات مصريه وموجوده في مصر ورخيصه، وكل حاجه هقول بسعرها. لو انت اول مره تشوفيني اعملي لايك للفيديو واشتركي في القناه وفعلي الجرس عشان يوصلك اي فيديو جديد. ويلا بينا نبتدي على طول. اول حاجه الماسك بتاع ميلاتكس، ده ماسك التفتيح وتنقيه البشره، وكمان بيشيل اي شوايب من على البشره، ولو في عندك رؤوس سوداء الحاجات دي كلها. اوكي، اول حاجه دلوقتي اساسا ده سعره 200 وحاجه على الموقع لغايه ليله راس السنه، سعره هيكون 125 جنيه. خش دلوقتي على الموقع وهتلاقيه، انا بكلمكم حالا وانا شايفاه على الموقع ده، فده رخيص وحلو وهينضف بشرتك ويحسن بشرتك وينور بشرتك. بنحط منه طبقه رقيقه جدا 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 زي ما انتوا شايفين. هنحطه ونحطه على وشنا كله وكل الحتت، كل الحتت بقى. ده بيرطب البشره وبينضف البشره وبيفتح البشره وبيخلي البشره صافيه صفاء مش طبيعي. هنستنى كل ده ينشف وارجع لكم على طول. زي ما انتوا شايفين هنبتدي نشيل الماسك. انا حط في كل حته، شفايفي، كل حاجه كل حاجه. شايفين النضاره؟ انا بحب المنظر ده قوي لما بشيل. شويه تبقى فيه حتت صغننه كده، فلازم ساعتها تتشال على طول. وشنا وهرجع لكم على طول واوريكم بقى الماسك التاني. ده شكلي بعد ما شلت الماسك. كميه نضاره وحيويه في البشره مش طبيعيه، بحس ان هو بينظف بشرتي قوي. هنحط بقى ماسك التفتيح ده مهم جدا جدا، وهتشوفوا تغيير في بشرتي فظيع بعد ما بشيل الماسك ده. الماسك ده لازم تستعملوه على الاقل 3 مرات في الاسبوع، هتلاقوا النتيجه تحفه. الماسك ده من بوبانا، انا اتكلمت عليه كتير. اروح بس اغسل وشي وارجع لكم على طول. ده شكلي بعد ما غسلت وشي. ايه رايكم؟ نضاره حلوه صح ولا لا؟ هنبتدي دلوقتي نحط اللاير الثانيه، وده بقى اسمه التفتيح الفوري. تلاقي وشك كده شكله حلو وفي نضاره. والله انا لسه الخدود دي محمره قوي بس اوكي. هنجيب بقى ده من بوبانا، ده سعره 35 جنيه وكمان دلوقتي اقل بكتير. اوكي، هنبتدي نحط اللاير الثانيه، وده بس 5 دقايق وخلاص. اوكي، يعني مش لازم وشك يشربه، الطبقه ممكن تكون على وشك عادي. امسحي اي زياده باي منديل عندك واشطفي وشك، وبعد كده هوريكي بقى تحطي ايه على وشك. كلها منتجات مصريه. انا بصوا انا باكله والله. الحاجات دي يعني خلي ساعه في اليوم ليكي، ساعه في اليوم انتي بس تدلعي وتبسطي. والله الحاجات دي كلها بتزود قد ايه احساسك بنفسك اكتر وتحبي نفسك اكتر. سنه جديده داخله علينا، لازم نهتم بنفسنا كويس قوي. الحاجات دي بقى لازم نحطها على رقبتنا. الماسك الاولاني ما ينفعش نحطها على رقبتنا لانه تقيل وممكن هيمط الجلد. انا قبل كده قلت لكم في حاجات ينفع نحطها على الرقبه، حاجات لا. انا بحبه قوي الماسك ده قوي. ما تسيبيش نفسك تدلعي وتبستي. انا حطيت هنا كتير وشايفاه اوكي، ولا كأنكم واخدين بالكم الدقه خالص. سيب بفيتامين اي، يعني ممكن تحطيه تحت عينك عادي، تحطيه زي ما انت عايزه في اي حته عادي خالص. ركزي كده اهو، بصي كل حته. 5 دقايق واوريكم النتيجه الروعه. 4 منتجات بس هيحلوا مشاكل بشرتك صدقيني. تفتيح وتنظيف وكمان هنعمل دلوقتي ترطيب. ونامي واصحي وشك ده فلتر. تحفه. حاسه ان في نضاره ووشي اساسا شكله حلو من غير اي حاجه. تاني حاجه هنستعملها هو سيرم الكولاجين. سيرم الكولاجين مهم جدا جدا. بتعملي ترطيب مضاعف لبشرتنا، ده فعلا بيرطب البشره ترطيب خيال وحلو قوي قوي. ولازم بشرتك تكون منديه وانت بتحطي الكولاجين. لو عندك هيرونيك اسيد تبقى دي حاجه حلوه جدا جدا. هنبتدي دلوقتي نحط الكولاجين لبشرتنا. تمام، الكولاجين مهم قوي. ما تنشفيش بشرتك، يعني لما تغسلي بشرتك مطرح الماسك التاني اوعي تنشفي بشرتك. بصي اقل الامكانيات، يعني مش لازم تجيبي مكونات مش عارفه ايه عشان بشرتك تفتح، لا خالص. الكولاجين بيرطب البشره
وكمان بيجدد الخلايا وبيزود الكولاجين في بشرتك وبيعمل على تنوير البشره وتفتيح البشره. اوكي، يعني الكولاجين ده مهم جدا جدا، واحلى حاجه فيه انه بيصلح الجلد، الطبقه الخارجيه من الجلد. يعني لو عندك اثار حبوب، عندك مسام واسعه، بيخلي الطبقه واحده كده. هتحطي بقى ميك اب خارجه ايا كان اللي هتعمليه، عايزه بشرتك شكلها يكون حلو وشكلها مترطب وشكلها فيه حيويه، هو سيروم الكولاجين. انا دلوقتي كده بستعمله لوحده، وهستعمل دلوقتي النوعين الكريم دول على بعض وخلاص. مش لازم حاجات غاليه، مش لازم حاجات اوفر. يعني اغلى حاجه انا ممكن اقول عليها النهارده هو ايفلين بتاع السيروم ده، لانه مهم جدا جدا. السيرامات مهمه جدا، هي اللي بتخترق الجلد، تخترق طبقات الجلد. فدلوقتي هنبتدي نحط الكريم، بس وشي يشرب كل الحاجات الحلوه اللي عليه دي، ونبتدي هوريكم بقى الكريم قد ايه هينور البشره. اول حاجه بحبها جدا 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 واتكلمت عليها تقريبا في كل فيديوهاتي هو كريم الاطفال. كريمات الاطفال دي انتوا مش عارفين مكوناتها ايه. مكوناتها اهم حاجه الزنك، والزنك ده مهم جدا للبشره. عندك حب شباب بيلتئم بالجروح بسرعه، بيوحد لون البشره، بيشد البشره، بيحافظ على البشره. اول مكون من مكونات كريمات الاطفال. بس ما تجيبوش بتاع التوته، اوكي، عشان في كريمات مخصوصه للتوته احنا مش عايزينها خالص. احنا عايزين كريمات الاطفال بتاع الجسم. وتاني كريم بستعمله الكريم ده هايدرنس 4% ناسوراميد. دول هايلين للبشره. الناسوراميد مش بس بيوحد لون البشره، لا لا خالص، بيرمم البشره، بيجدد البشره، يخلي بشرتك كده شكلها جلوي وشكلها حلو ومنوره. كل ده انا بحبه قوي. دلوقتي انا بشرتي نشفت خالص، هبتدي اعمل ميكس ما بين نوعين الكريم دول. انا من كتر ما انا مخلصاه احط طبقه محترمه عشان احنا داخلين ننام اصلا، فايه وشنا لازم يكون مترطب كويس جدا جدا جدا. انا بحب احط كتير، فانتي بقى ايه، انتي وكرمك، انتي كرمك لوشك. اوكي، بحب فرطة ايدي، لازم ندلع نفسنا وايدينا. اوكي، ده بقى مش لازم كريم عين خالص على فكره، ده كفايه قوي. ممكن تشوفوا انه كتير قوي على البشره، بس مش كتير. انا بعمل ماسك ترطيب تقريبا كل اسبوع، وبنام بحاطه كميه كريمات كتيره مره واحده في الاسبوع. طبيعي ولازم على فكره. انت كده انت بتنضفي بشرتك وبترطبي بشرتك في نفس الوقت. هننزل المايك تحت شويه عشان انا كل شويه ممكن اخبط فيه فانتوا تتضايقوا. انا عندي مبدا نامي وحشه تصحي حلوه. شايفين الوش الكريم شربه ازاي؟ شايفين؟ هي بس يعني دقيقتين تدليك بتدلكي بشرتك، وشك كل ده بيشربه. مش اكيد مش هتنامي مرعبه كده، بس وشك كل ده بيشربه. شوفي بقى الجمال كله بعد شويه. بصي اكنك بتعملي مساج للبشره بالظبط. عايزه رايكم في الكومنتات، قولي لي رايكم ايه. اهو كل حاجه قدامكم، كل حاجه عملتها بالظبط، عملت كل الخطوات دي هي بالظبط، وشكم هيبقى كده صدقوني والله العظيم، واحسن مني كمان. بس امشوا على الخطوات وما تكسلوش، قوموا اعملوا. ما تقولوش الدنيا برد، مش قادره، انا بردانه، انا مش عارفه ايه. قومي نضفي، اعملي تنظيف، تبقي جاهزه على طول لاي حاجه. يعني انا دلوقتي جات لي خروجه فجاه، فانا لما بعمل الحاجات دي لبشرتي انا تاني يوم ممكن اخرج. لو انت طول السنه بتهتمي بنفسك وبتعملي ماسكات وبتعملي تقشير لبشرتك وبتهتمي ببشرتك، صدقيني صدقيني هتكوني زي القمر. فانا دلوقتي خلصت اهو، فتمام. ايه رأيكم؟ مفيش احسن من كده واسهل من كده. 4 منتجات بس هتغير بشرتك. بصي، ترطيب، تغذية، وكمان تنظيف عميق جدا جدا للبشره من غير ما بتروحي صالون ولا تتعبي نفسك ولا تجيبي منتجات قد كده في البيت. فلو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، اشتراك في القناه، وفعلوا الجرس عشان يوصلكم اي فيديو جديد، وهستناكم الفيديو الجاي. باي باي.